هاي 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 على الحلوين، ازيكم يا حلوين؟ بعد بقى ما طبعا هنتكلم عن سماح انور الجزء التاني، لان الجزء الاول انا سمعت طرطيش كلام الصراحه، ما شفتلهاش الفيديو وقعدت ادور عليه، ما يعني كانت هي حذفته من الخوف من الناس. فجت صدفة ان في ناس طبعا ايه قاعدين للحاجات دي، قاعدين للسقطة واللقطة. كل اللي بتنزلوه ممكن يكون ايه، يعني انا ممكن كده حتى لو انا حبيت دلوقتي احذفه يكون حد غيري ينزله. خلاص اللي بينزل على الحاجات اللي هي السوشيال ميديا خلاص اتسجل عليك ايه وتحافظ عليك. المهم انا يعني سمعت الفيديو كويس، وبقى ايه هنطلع ايه نتكلم كده. هي بتقول عننا ان احنا شعب جاهل. انت تعرفي ان مثلا انا مثلا عايشه في فرنسا، ان ممكن بس يا ولاد. فانا يعني مثلا انا شخصيه عايشه فين؟ عايشه في فرنسا. فانا بسال ابني بقول له تعرف مين من الفنانين اللي هنا؟ وهو طبعا متحدث لا يعني كويس جدا باللغه الفرنسيه وبيتابع. يعني انا نفسي لو اتفرجت على التمثيل الفرنسي، معظم الحاجات عندهم مدبلجه للحاجات الامريكيه. هنا مش مهتمين قوي بالفنان زي ما احنا ايه مدينكم قيمتكم. يبقى احنا الشعب مش جاهل، بنقدر الفنان وبنحبه، بس الفنان المحترم اللي بيحب ايه. الفنانين المحترمين يعني كانوا كتير، وفي منهم كتير ايه، مش هنعمم طبعا. مش عشان انت غلطتي في الناس فهن ايه هنكره الفنانين زي ما انت ما بتقولي. انتوا عايزين تدبحوني وعايزين تدبحونا وعايزين تتخلصوا مننا. بالعكس احنا اللي عملناكم، واحنا اللي رفعناكم، واحنا اللي بنقدركم. بس بقى طبعا فزي ما انا ما بقول كده، احنا ايه اللي مقدرينكم واحنا اللي بنحبكم. ولولانا مش ما كنتوش هتبقوا انتوا موجودين. هتبقوا انتوا موجودين ازاي؟ ناس عادية. يعني انا لو انا ما عنديش مشاهدات ولا حد قدرني وعمل لي اللايكات، انا الفيديو بيموت. فلولا ان احنا اللي بنجيب لكم الاعلانات على المسلسلات، واحنا اللي لان معروف ان الناس بتحب الفنان ده، فالفنان ده بيبقى عليه ايه، اعلانات على المسلسل بتاعه. لكن لو ما فيش الحب ده، تمثيلياته يعني هتروح في الوبا، يعني زي كتير تمثيليات اكيد بتنتهي ومحدش بيسمع لها اسم. المهم هي بقى قاعدة تقول ان احنا كارهينكو، ان احنا عمرنا، وان هم 1% المثقفين، والشعب كله جاهل، والشعب كله ما بيش فاهم حاجة، هم بس اللي فاهمين. يعني هي بس اللي فاهمة، وكلنا جهلة وكلنا ما بنفهمش. ليه يعني هو ليه بس بقى يا حبيبي؟ يعني مصر بجلالة قدرها قايمة بس على الفنان، وفين الصانع وفين المحامي وفين الضابط وفين الدكتور وفين المهندس وفين المخترع المبتكر. آه والفنان مش هو بس الممثل، الفنان آه حاجات كتير غير الفن، غير التمثيل. يعني في مجال الأدب الكاتب، الموسيقار، المغني، المؤلف. مش بس انتوا بس يا ممثلين يعني بس اللي في الفن، وانتوا يمكن بتحفظوا الدور، انتوا ما عندكمش ابتكار. يعني الابتكار بيجي منين؟ من الكاتب اولا، وبعدين بقى بيجي بقى بعده كله اللي بيبني القصة، التفكير. مش ان انتي بتأدي. وممكن المخرج هو اللي بيوجهك، يعني انتي مش مبتكرة مش مخترعة. المهم، فطبعا احنا حبايبي، طبعا احنا عرفنا اني انا بعمل فيديوهات صغيرة، فايه بحاول ايه ابقى ماشية على نفس السياق. يعني عايزة اشوف فلتر بقى 30 دقيقة ولا حاجة، يا خسارة كلهم بس 69 دقيقة، 60 ثانية قصدي. المهم يا حبايبي يا حلوين، آم، فطبعا احنا قلنا ان مش انتوا بس يعني اللي في الدولة، وانتوا ال1% العباقرة، وانتوا اللي شدنا لفوق. لا، احنا كله طبقات، وكلنا ربنا خلقنا طبقات عادي، دي حاجة معروفة وحاجة فاهمينها. كلنا طبقات، بس كلنا بنخدم بعض، كلنا بنساعد بعض. وانتي يعني انتي ايه اللي بتخدميه غير ان انتي بتمثلي؟ ترفيه، مجالك ترفيه. يعني حاجة لو ما حصلتش مش هنموت يعني. انا واحدة من الناس هنا عايشة
بس فيعني مش أنتم اللي شادين الدولة ومش أنتم اللي معلييننا ومش أنتم القيمة. قُلنا في قامات كتير غير الفن، مجال التمثيل بس يعني، في فنانين وموسيقار وفي حاجات كتير، كتير غير ده، في مخترعين، في مبتكرين، في زويل، في حاجات تانية أشهر من صلاح أنور يعني. مجدي يعقوب دكتور القلب، طبيب يعني يعتبر فنان في مجاله. بس بقى مش هندخل بقى ونرضح لبعض، المهم هي بقى بتقول عننا كلام، وده طبعًا صفة مش فينا إحنا المصريين، حتى لو ناس بسيطة بتبقى فيهم برضه إيه، النضافة. النضافة من الإيمان لكل الطوايف يعني، لكل الناس، دي حاجة معروفة. النضافة من الإيمان في كل الناس، مش بقى مسألة مسلم ومسألة وبتقول عننا إن إحنا إيه، ريحة رج ريحتنا رجلين. أنا مش فاهمة يعني هي كلنا فينا نفس الريحة دي، كلنا ريحتنا رجلين، وكلنا ريحتنا بطاط، وبتشم ريحتنا من بُعد آمم 10 كيلو، ما أعرفش هي قابلت مين وفيه الصفات دي، أنا قُلتها في الفيديو اللي فات. مش عارفة يعني مين فيه الصفات الغريبة العجيبة دي، هي شافتها في مين أساسًا، أو هي اتعاملت مع مين فيه الحاجات دي، ريحة بطاطا وريحة وريحته رجلين وأسنانه المجنزرة والّا مش عارفة إيه، مع إن هي المفروض ما تحكيش عن موضوع السنان، يعني أنا شايفاها إن هي مش مش فاتينيستا يعني ولا فاشونيستا يعني، دي يعني كلنا عارفين شكلها سماح أنور يعني. مش ملكة جمال يعني الكون ولا العالم ولا حتى. بس يا ولاد، وهي بقى من خوفها من الشعب بعد ما الفيديو طبعا طلع واتنشر، فهي خافت مننا، فتم حذف الفيديو. بس طبعا البركة في الناس اللي بتنزل الفيديوهات وخلتني انا اشوفه، ومع ان انا اتكلمت يعني كده مختصر، يعني كنت فاهمة الموضوع بالمختصر، بس اديني ايه، وضحت ايه هي اللي قالته للناس اللي ما شافتش كلامها، ان احنا فينا وفينا وفينا، وان احنا الشعب متخلف والشعب جاهل، وهم بس ايه، الواحد في المية الطبقة المثقفة والمتعلمة، وهم ايه، اللي رافعين مصر، مش عارفة رافعينها بايه. مصر مرفوعة من قبلهم بحضارتها، مصر يعني مرفوعة، وبالتحديث اللي بيحصل طبعا، مش بسماح أنور أو غيرها. مش عايزين ايه نغلط ايه في الكل عشان فرد يعني، زي ما هي ايه كانت مشكلتها مع فرد وغلطت في الشعب بأكمله. بس بقى يا حبايبي، ده الموضوع، وأكيد في دي لقطات اللي أنا شفتها من. بس يا حبايبي خلاص كده كفاية يعني، على قد بقى ايه عشان الفيديو ما يطولش وتملوا وتزهقوا كمان. يلا اشوفكم على خير، سلام، باي باي.